عايزين نرجع لورا كده سكة سنتين. من سنتين بالظبط أنا تقريبا كنت لسه في بداية ثانوية عامة. طبعا إحنا عارفين إن أي حد بيبقى فارق معاه مستقبله نوعا ما بيجيب آخره في ثانوية عامة وآخر آخره كمان. لدرجة إن هو مثلا في أصلا ناس كانت حرفيا تطبق باليومين والتلاتة عشان وراهم مثلا شوية أو كده. أنا واحد من الناس كنت شغال ازاي في ثانوية عامة، كنت بقى اخد محاضرة اذاكرها اخلص واجيبها امتحن عليها مش عارف ايه، لو في شامل بذاكر قبله. يعني تفاصيل ملناش دعوة بيها، يعني مش هتفرق في حاجة. ايه اللي مخليني ارجع سنتين لورا اتكلم عن ثانوية عامة حاليا؟ ان طبعا الواحد اعلى انتاجيته كانت ايام ثانوية عامة. تمام. قمة الانتاجية فعلا. وكمان انا كان عندي عامل مساعد نوعا ما ان انا ما كانش معايا تليفون. وده كان فعلا يعني مش اللي هو لا راميه مثلا او شايل منه شريحة او شايل منه النت يعني وكده، لا هو ما كانش معايا اصلا. ان اعلى معدلات الانتاجية عندي كانت تقريبا يعني بلغت ذروتها في ثانوية عامة. تقريبا كنت بقعد سكة 8 9 ساعات متواصل، ممكن كل اللي بعمله بذاكر بس. تعال نقارن بقى على الوجه الآخر في الفترة بتاعة كلية سواء أولى أو تانية، فهو لأ أنت ما بيمثلش ربع أو يمكن أقل من ربع المجهود. فبعنيها من حسبة بسيطة كده 6 متوسط عدد الساعات اللي بنذاكرها في اليوم الواحد في مدة 10 شهور مثلا اللي هما بيمثلوا 300 يوم. فستة في 300 ب18 ألف ساعة في خلال مدة ال10 شهور. طيب تعالى على الجانب الآخر قارنهم في أولى أو في تانية، ده يمكن أصلا في تانية كان أقل من أولى. قارن المدة فلا هي لا تتعدى مثلا 3 ساعات نفس المدة في 10 شهور. أنا عارف إن في أجازة في النص بس يعني هنحاول إن هي نعمل لها إجنور. بس تعال نبص لا ما بيتمثلش ربع المدة حتى. فليه؟ دي قلة الإنتاجية. طب ليه قلة الإنتاجية؟ لبعض الأسباب ودي اللي هنناقشها. هو إيه اللي بيفرق ثانوية عامة عن أي سنة غيرها؟ أو إيه اللي بيفرق أي سنة فيها إنتاجية عالية لواحد تمام مقارنة بباقي السنين اللي بعد كده أو اللي قبل كده؟ هو كذا حاجة. تمام. يمكن أهمهم وجود دافع أو محرك. أنا بتكلم عن ثانوية عامة طبعا، إيه الواحد بيبقى جايب آخره فيها عشان يجيب كلية نظيفة. تمام. أو يجيب مجموع عالي أيا كان، كل واحد وهدفه يعني. طيب. آمم، يمكن برضه من أحد العوامل اللي بتبقى موجودة في الفترة بتاع الثانوية العامة التشجيع. بيبقى موجود عند المعظم عشان برضه ما تصوروش إن هو لأ كان كل واحد يعني بيلاقي تشجيع أو كده. وكمان خوف، يعني أنت كان بيحركك خوف على حبة تشجيع على حبة إن أنت عايز تجيب آخرك على حبة إنتاجية. ميكس حاجات كده هي اللي كانت بتخليك تتجنب أو تتجاهل الجانب الصعب من المشوار أو من الحاجة اللي عليك. تمام. لمجرد إن أنت بس إيه بتاعك هي الحاجات اللي أنا لسه قايل دي. ف آم، الإنتاجية عموما من أحد الحاجات اللي طبعا كل الناس اتكلمت عنها. لا سيما طبعا أحمد أبو زيد. هي برضه أحد أهم الجوانب يعني اللي المفروض نهتم بيها في حياتنا عموما، سواء إنتاجية في شغل، إنتاجية في مذاكرة، إنتاجية في صناعة محتوى، إنتاجية في أي حاجة أيا كانت. عشان الواحد بيأدي الدور اللي عليه أو اللي مطلوب منه في الحياة، إن هو إحنا موجودين ليه أصلا؟ لا عشان نعمر الأرض. جميل. آه سواء هتعمرها بأي شكل بقى، سواء هتعمر شغل، هتعمر إنك تتعلم بعديها تشتغل مثلا أو أي شكل من الأشكال. في جملة إنه من لا يدفع ثمن التغيير يدفع ثمن بقائه في مكانه. إن حضرتك لو مسكت بالكومفورت زون بتاعتك إن هي أنت مش عايز تبقى عايز تفضل زي على حالك، مش عايز تطور من نفسك في حاجة، مش عايز إن أنت تاخد خطوة للأمام في أي حاجة عموما. ده يمكن هتدفع ثمنه، بس هتدفع ثمنه ندم. على الجانب الآخر أنت لو اهتميت بحاجة اللي أنت مثلا عايز تتطور فيها أو الحاجة اللي أنت عايز توسع مداركك فيها. تمام. هتدفع التمن ده تعب بس في الأول، بس هتجني ثماره بعدين. لكن على الجانب الآخر أنت هتدفع ندم بس لو أنت ما اتحركتش قدام. ومن المنطلق ده بيجي المبدأ بتاع ورط نفسك. اللي أحمد أبو زيد طبعا قاله في معظم فيديوهاته برضه. المبدأ بتاع ورط نفسك يعني في برضه خط
خط بيفصل ما بين إنك تورّط نَفْسك وتلبّس نَفْسك، يعني في أحيانًا الصراحة أنا بالبّس نَفْسي مش باورّط نَفْسي. تورّط نَفْسك في حاجات تمام، ضمن المجال اللي أنت عايز تهتم بيه أو اللي أنت عايز تكمّل فيه جميل، بس بالقدر اللي يتماشى مع قدراتك. أنت دلوقتي واحد جميل عايز تتعلّم عن track معيّن. رُحت يا باشا لقيت لك إيه، كورس على لشركة كذا، وكورس لشركة كذا، وكورس على coursera، وكورس على LinkedIn، كورس مش عارف واحد صاحبك بعته لك، كورس على يوتيوب، كورس، هُم كلّهم بيفهموا في نفس الcore بتاع مجالك اللي أنت عايز تتعلمه، بس إن أنت تحمّل نفسك كل ده في نفس الوقت، لأ، ده مش منطقي، أنت كده بتلبّس نفسك مش بتورّط نفسك. تورّط نفسك في حاجات ينفع إن أنت تورّط نفسك فيها زي مثلًا يا عم روح خُد كورس تمام، خلّصه خُش في اللي بعده، خلّصه خُش في اللي بعده، يمكن أصلًا المجال ما يعجبكش، تبقى دبّست نَفْسك على الفاضي. وغير كده أصلًا إن أنت تحمّل على نَفْسك زيادة عن اللزوم تمام، ده بيخلّي أصلًا عارف أنت زي في عبء على نَفْسك، اللي هو أنت إيه كمية الحاجات اللي عليّا دي، لأ خلاص أنا مش شغّال، جميل. أنا باتكلّم عن الكيس العامة، مش باتكلّم على حالة خاصة مثلًا أو على مستواي أنا باتكلّم في الحاجات العامة عمومًا. هنمسك جانب صغير من أحد العوامل اللي كانت مثلًا بتدفعني للإنتاجية في الفترة بتاع الثانوية العامة، اللي باحب أسميها فترة الprime. هو وجود التشجيع. هو بالنسبة لي برضه ما كانش تشجيع زي ما قُلت، هو كان يعني مش تشجيع بالشكل المعروف اللي هو يالّا ومش عارف إيه يا أنت شاطر وأنت، لأ هو ما كانش تشجيع أوي، هي زي بوطة مصرية عادي يعني اللي هو يالّا اعمل اللي عليك ولو قصّرت في حاجة يعني بتتجلد، بس ماشي أهو، يعني تحت بند التشجيع تمام. طيب آآ التشجيع في الأساس وإحنا صغيرين تمام، بيبقى موجود في الحقبة بتاعة الابتدائي، إعدادي، الحاجات اللي زي كده. ليه؟ لإن أصلًا الواحد ما بيبقاش عارف أنت اللي هو مش لاقي دافع، ولسه أصلًا مش فاهم حاجة تمام، هو كل اللي جاله بياكل ويذاكر وينام أو يلعب شوية مثلًا. جميل، ده كل اللي بيعمله في حياته. هل فاهم مثلًا إن الjob offer اللي هييجي لك مثلًا من شركة كذا، كذا، لازم إن أنت تبقى تاخد كورس فيه من دلوقتي؟ هل هيفهم مثلًا إن أنت عشان تشتغل في شركة international لازم يبقى عندك خبرة معيّنة وكده؟ لأ، هو مش فاهم حاجة، هو كل اللي مطلوب منه إن هو ياكل ويشرب وينام ويذاكر وبس، بس دي الloop بتاعة أي طفل في إعدادي. أنا باتكلم على إيه الفترة بتاعتي أنا، عشان حاليًا العيال بقت في حتّة تانية. المهم ف فبيبقى في تشجيع شوية مثلًا من الأهل، من القرايب، من مش عارف إيه، إحنا عايزين نشوفك دكتور يا حبيبي، إحنا عايزين نشوفك مش عارف مهندس، إحنا عايزين نشوفك أي حاجة يعني أي حاجة كبيرة تمام. فده يمكن بيخلق بعض من الدافع أو بعض من التشجيع عندنا وإحنا صغيرين. طيب مع الوقت إحنا طبعًا تبدأ أفكارنا تتشكِّل ودماغنا تكبر ونفهم الدنيا من حوالينا أكتر، فطبعًا إيه، العامل بتاع التشجيع ده بيروح واحدة بواحدة. بس طبعًا بنبقى عايزين حاجة تسِد الفراغ ده، يعني هو التشجيع راح، بس إحنا عايزين اللي يسِد الفراغ ده، فلمّا مش بنلاقيه عارف أنت زي لوحده. وده اللي تلاحظه من الفترة أو فترة الانتقال ما بين ثانوية وما بين كُلّية. يعني الفترة اللي هي بتاعة الكُلّية من أولها ما فيش حد أصلًا هيشجّع، ما فيش حد هيعمل، ما فيش حد مهتم أصلًا إن أنت موجود في الكوكب، ولا تلاقيهم أصلًا عارفين أنت في سَنة كام، وحاجة ما يعلم بها إلا ربنا. بس غياب عامل التشجيع ده أو العامل المشجّع ده تمام، ده يمكن اللي بيخلّي الإنتاجية مثلًا تقِل شوية، وكمان عشان ما فيش رقابة، ده بيقلل شوية بشوية. جميل، المفروض يعني إن يبقى في دافع من جوّه هو اللي بيعوّض كل الحاجات اللي اختفت دي. يعني إحنا خلاص ثانوية عامة خلصت تمام، ما بقاش حد مهتم لأمرنا جميل، فخلاص إحنا هنهتم بنفسنا عن نفسنا. إحنا خلاص يعني كبرنا بما فيه الكفاية why not يعني. فبس هو حلّها إن يبقى في دافع داخلي، دي حاجة. تاني حاجة طب ولو أنا ما عنديش دافع، دي أنا خدت بالي منها إن أنا ما ذكرتهاش وأنا بامنتج أهو حاليًا. لو أنا ما عنديش دافع هتقول لي طب ما ممكن أتبع الشغف، أقول لك الشغف طيب مش دايم هنعمل له إيه؟ استنى بس الدافع مش دايمًا موجود. تقول لي هاتبع الشغف، هاقول لك الشغف برضه مش موجود، غير إن الشغف أصلًا هو حاجة
هي مش معمولة أصلا عشان تحرك الواحد، تمام. هي معمولة بس عشان تدي الشرارة. عارف انت لما تيجي تدور العربية كده، تمام، التكة بتاعت المفتاح دي بتشغل ايه؟ بتشغل المارش، والمارش هو اللي بيدور الموتور، تمام. يا دوب هي مجرد الستارت دي، او مجرد الشرارة اللي في البداية دي، هي اللي بتخلي العربية تدور الموتور الكبير. لكن الجزء الصغير اللي هو المارش مثلا، او يعني خلينا نقول الستارتر، تمام، ده ما بيأثرش في شغل العربية. يمكن هو أصلا ما بيشتغلش غير في تكة المفتاح دي، وبيبطل تاني وما بيشتغلش تاني. الموتور هو اللي بيشتغل. وعلى هذا المنوال إن هل الشغف هو اللي المفروض هو اللي بيحرك الموتور؟ لا، الشغف هو مجرد بس شعلة البداية، تمام. شعلة البداية دي بتبدأ بيها وبتطفي بس. اتطفت بيكون الموتور أصلا اوريدي اشتغل. جميل. هتكمل على من غير شغف، زي ما العربية بتكمل من غير المارش لما بيبقى شغال أصلا. الموتور بيفضل داير ومش محتاج المارش في حاجة، وانت كمان بتفضل داير ومش محتاج الشغف في حاجة. فاللي بياخد الشغف كمعيار، يعني مثلا في أيام الامتحانات، الصراحة بتجيلي فترة كده، بالذات فترة الامتحانات، يعني امتحانات أو تسليمات أي حاجة من الحاجات دي. بيجي في بالي ان لازم اتعلم ميديا باينج، واتعلم يعني ده الامتحانات اللي فاتت فعلا. كان لازم، كنت حاطط لنفسي تارجت ان انا ايه اتعلم ميديا باينج، واتعلم هوية بصرية، واتعلم مش عارف هي كلها حاجات اصلا ما تجيش في بالي في الايام العادية. لا، هي جات لي في وقت الامتحانات. ليه؟ لان دماغي بتحاول تهرب باي شكل ايا كان من اللي وراها، اللي هو المذاكرة والامتحانات يعني، من خلال ان هو يقول لك طب ما يلا نجرب حاجه جديده. لا تعالى مش عارف، هنشوف الفيديو ده بيقول ايه، نشوف مش عارف اصلا يعني لو فيكم سرا، فكره القناه دي جات لي في عز الامتحانات يعني اصلا، في صباح الفل. ف هنقدر نسمي ده شغف؟ اه بسميه شغف. يمكن اصلا الفكره نفسها بتيجي هروبا من فكره تاني، او هروبا من حاجه تاني، تمام. بس هي جت. جميل. يا اما تيجي وتشتغل عليها في وقتها المناسب، تمام. يا اما ماشي، انت هتخلص اللي في ايدك وتروح تتجه للفكرة دي. جات لك الفكرة في وقت غير مناسب بالنسبة لك. بالنسبة لي انا كانت فترة الامتحانات، تقريبا بالنسبة لي وقت مش مناسب ان انا اروح اتعلم حاجة زي كده، او اني افتح القناة مثلا على سبيل المثال. جات لك الفكرة، خلاص اركنها على جنب مؤقتا، خلص الحاجة الأساسية اللي عليك اللي دماغك بتهرب منها دي، تمام، خلصها وخش على الحاجة أو الأفكار اللي جات لك في فترة الجنون اللي بتيجي دي وقت الامتحان. بس ف مش هينفع نشتغل بالشغف، ومش هينفع نفضل مكملين بيه، لأن هو مش معيار ومش أساسي أصلا. لأن أصلا برضو تعالى نضرب مثال، موظف الحكومة اللي بيبقى شغال كل يوم، من 8 ل 12 ده، أو من 8 لواحدة كل يوم بشكل مستمر، طب هو مش شغال لشغف، هو شغال عشان مرتب. هو وراه مرتب، ووراه التزامات، ووراه أقساط عايز يخلصها. هو مش شغال لشغف. جميل. ومحدش بيشتغل لشغف. هتقول الكونتنت كريتورز دول مش عارف، تلات ارباعهم اصلا شغال مش لشغف، هو شغال ان هو عقود مع شركات ولو اظن برضو ان في فيديو لعبد الله رفعت تقريبا نزل، هو نزله يعني، بيتكلم في الموضوع ده، ان هو كده كده مش بيتبع شغفه في اليوتيوب، وانه بقى حاسس ان هو دي مجرد شغلانه مفروضه عليه، وانه في الاول كان مستمتع اكتر لان هو طبعا شغال بضغطه، او شغال بكل اللي عنده، تمام، وما كانش ملزم بحاجه. بس العامل المشترك ما بين كل دول ان مفيش شغف هو اللي بيحركهم. اللي بيحركهم هو الرأسمالية بمعنى صح. بس فقلت اذكر الحتة دي، افتكرتها وانا بمنتج، عشان ايه؟ نبقى نكمل او غطينا معظم ابعاد الفكرة. نرجع بقى للفيديو بتاعي. تاني حاجة إن يبقى إن الواحد يثقف نفسه، يحصر نفسه في البيئة اللي تدفعه للموضوع ده. هو ده أحد جوانب أصلا اللي بتعوض التشجيع. يعني أنت لو ما فيش الجانب ده، أنت احشر نفسك في بيئة هي اللي تدفعك لقدام أصلا لوحدها، يعني من غير ما تستنى من حد التشجيع. أنت هتشجع نفسك بنفسك، تقول أنا عايز أبقى زي الناس دي، تمام. برضه ما تحطش نفسك في مقارنات زي ما قلنا في اول فيديو خالص، يعني ده احنا لازم نبعد عن الجانب ده خلاص، لانه هو مضر بما فيه الكفايه، او يعني ضريبه بما فيه الكفايه. فنرجع ونقول ان المشجع كان ضرر خارجي في الاول،
تمام، بيندرج تلقائيا مع الوقت، بيبقى مصدر داخلي. ان هو بدل ما انت تلاقي تشجيع من غيرك او من بره، تمام، لا، التشجيع بيبقى من جواك. لان انا برضو زي ما قلت اصلا خلاص يعني كبرت بما فيه الكفايه، فهم ما بقاش حد مهتم بامرك ما تروح ولا تيجي ولا تعمل اي حاجه. برغم برضو ان اي تقصير منك تمام بيتحسب عليك، واي انجاز ليك برضو بيتحسب عليك. جميل. هتتحاسب من دي او من الناحيه دي او من الناحيه دي، انت هتتحاسب. كمان حاجه نسيت اذكرها، ان احنا مخنا بيحب يمشي على مبدأ اسمه قانون الاقتصاد. قانون الاقتصاد ده بمعنى ان حضرتك قدامك خيارين او قدامك حاجتين المفروض تعمل. تمام. اما انك مثلا تخلص تاسك عليك مطلوبة في الكلية، وانك تبقى قاعد ما بتعملش حاجة، او تعمل حاجة ملهاش اي قيمة او سهلة على الدماغ. الدماغ طبعا بيميل باي ديفولت ان هو يروح للحاجة اللي هي السهلة، اللي هي يا اما ما يعملش حاجة، يا اما مثلا يقعد يتفرج على فيلم او يسكرول في اللاشيء. القانون ده اسمه قانون الاقتصاد. ان الدماغ عايز يفضل متعايش بأقل مجهود ممكن. تمام. ده الديفولت بتاع الدماغ، ما فيش حاجة بالنسبة له بتمثل له أهمية غير إن هو يدوب بس يقعد من غير مجهود. تمام. وإنه ما يبقاش فيه أي حاجة تمثل عبء أو لود عليه إطلاقا. فقانون الاقتصاد ده أحد الحاجات اللي بتمثل عائق نوعا ما ضد فكرة الإنتاجية. عشان زي ما قلت كده كده أصلا الدماغ صعب عليها إن أنت تقول لها يلا قدامنا كورس 120 ساعة مثلا عايزين نخلصه في مدة شهر، وقدامنا مثلا مسلسل 120 ساعة عايزين نخلصه في مدة شهر، هتقول لك يلا المسلسل يا باشا ونقعد نطبق عليه اليوم كله. وأنا فعلا كنت بعمل كده الصراحة. يعني جت عليا فترة أنا تقريبا، يعني عايز اقول بس تقريبا كنت بخلص مسلسل 7 مواسم بخلصه تقريبا في اقل من اسبوع. فيعني كنتش راحم. لا، من المسلسلات اللي هي الكبيره كمان، اللي هي المده بتاعت الحلقه بتبقى ساعه ولا ساعه أو ساعه ونص. فالحمد لله الواحد بطل العاده الزباله دي. يمكن الفيديو ده هيبقى زي توثيق زيه زي اللي قبله يعني. الواحد هيحاول على قد ما يقدر ان هو يزود من البرودكتيفيتي بتاعته في اي حاجة عموما. مش شرط مثلا في مجال او مش شرط في الكلية او مش شرط في اي حاجة او مش حاجة بعينها يعني. تمام. هي اي حاجة في المجمل العام. الحد بتاع الفيديو ده، احنا نسينا نقول شرح الفيديو اللي فات ايه اللي حصل. الفيديو اللي فات كان الفيديو بتاع تعفر الدماغ، انا بتكلم عن ان ازاي انا هقدر اقلل من عدد ساعات التليفون. عدد ساعات التليفون قبل الفيديو ده كانت تتراوح ما بين 11 12. كان فيهم 13 ساعة في اليوم، مش في الأسبوع، لا يعني ده في اليوم. كان الفيديو بيتكلم عن إن أنا إزاي أقلل من تعفن الدماغ أو أقلل من عدد ساعات التليفون. فالفيديو اللي فات، تمام، أنا حطيت تحدي إن هو انا المفروض ان شاء الله في خلال اسبوع من نزول الفيديو هحاول ان انا اقلل من عدد ساعات التليفون. وبالفعل حصل نوعا ما ان انا كان اليوم الاول قعدت تقريبا 7 ساعات، اليوم اللي بعده كان 6، اليوم اللي بعده 5:30 او 6 برضو، اليوم اللي بعده كان فرنج 9. كسرنا الرول شوية بس ماشي، ما علينا. لو جمعناهم كلهم على بعض تقريبا أنا حسبتها طلع متوسط في اليوم 6 ساعات ونص، مقارنة ب14 ساعة في اليوم. لا ده احنا كده إنجاز عظيم يعني، الحمد لله. التحدي بتاع الفيديو ده المرة دي إن هورط نفسي، تمام، في كام حاجة كده، كام كورس على كام فيديو على حاجات يعني عايز أتعلمها، من حاجة ميديا باينج على حاجة مش عارف هوية بصرية على جرافيك، يعني اللي هيجي في قدامي هتعلمه عموما في خلال مدة الأسبوع ده. وهنيجي الأسبوع اللي جاي إن شاء الله في الفيديو بتاع الأسبوع اللي جاي هنزل وأقول إن الفيديو ده خلص. يبقى إيه برضو تحدي جديد إن الواحد يزود من إنتاجيته ويتحرك لقدام أكتر ويوسع مداركه أكتر. بس إلى هنا ينتهي فيديو النهاردة. إن شاء الله الأسبوع اللي جاي. ويا ريت بقى إيه يبقى كده هنا تحديين، تحدي بتاع التليفون والتحدي بتاع الإنتاجية. بس فانتظر إن شاء الله نتائج الأسبوع اللي جاي، والسلام.